السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما في بطن الأرض ثروات وكنوز، برضه في ظلام. وإخواتنا اللي كانوا في الفيوم ربنا يصبر أهليهم، اللي كانوا مستعجلين على أجلهم وكانوا مستعجلين على إن هم يكبروا ويلاقوا الكنوز. طبعا في هوس اسمه هوس البحث عن الكنوز، اللي هو كل واحد عاوز يدور على آثار في بلده تحت بيته، وبعد كده البيت يتهد عليه، الارض تدفنه. ده اللي احنا ماشيين عليه. انما حادثة الفيوم دي غير. بقالهم 5 ايام بيدوروا عليهم ومش لاقيينهم. 2 اخوات كانوا بيدوروا على الاثار في الفيوم، والشكل الفحت اللي الفحارات عاملاه عميق جدا. يعني تخيلوا ان هم وصلوا لمكان بعيد جدا جدا جدا. غير ان في اقاويل كتير من الناس اللي ليها علاقة بالبحث عن الآثار وبالحارس اللي موجود على الآثار والحارس اللي موجود عن المقبرة. بيقولوا إن في حارس على مقبرة هو اللي سحبهم لتحت ومش هيطلعوا إلا لما يتنفذ طلباته، وهو عمل معاهم كل ده بسبب إن هم نفذوش طلباته. إيه الطلبات بقى اللي هم بيطلبوها؟ طلبات ممكن ما يتخيلهاش عقل بشر. يقول له اقتل واحد. يعني انت متخيل ان انت بتدور على كنز ويبقى معاك مجموعة؟ هنتخيل ان هما نقول مثلا 4. معاك 4 وهتروحوا على مكان عشان تدوروا على آثار. وصلتوا فعلا لمكان المقبرة، وفي مقبرة، بس المقبرة دي عليها حارس، والحارس اللي عليها ما بيقبلش التفاهم. كل اللي هو عايزه هدف واحد بس منك. يقول لك عاوز دم. عاوز ايه؟ عاوز دم. عاوز دم ده يعني عاوز تقتله حد. رفضت، خلاص هتطربق عليكم او المقبره مش هتتفتح. فكتير قوي بيقعدوا بقى مع بعض، ايه، 3 يتفقوا على واحد ان هم يخلصوا عليه وياخدوا هم الكنز. طبعا هم ال3 وقعوا في نصيبه وفي شرك كبير، لانهم قتلوا نفس بدون حق. يعني انت هتقتل واحد عشان خاطر تدور على الاثار؟ دي هل يعقل؟ غير ان هي حاجه هيحاسب عليها القانون محاسبه كبيره جدا، لان هي مش ملكنا. ثروات مدفونه في قلب الارض، نسيبها زي ما هي. لو كانوا اللي دفنوها عاوزين ان احنا ناخدها كانوا حطها لنا قدامنا، لكن دي مش بتاعتنا. كل حاجه بتطلع لها وقتها ولها جيلها. فاللي تحت في بطن الارض ده لاجيال تانية جايه قدام، وخير جاي ليهم هم. كل جيل وله رزقه من الحياه اللي احنا عايشينها، ومن الثروات ومن الكنوز. كل جيل وله رزقه. فما تستعجلش على رزقك، لانه هو لو بتاعك هيجيلك من غير ما تتعب. فيا ريت يا جماعه بلاش تجروا ورا السكة دي، وبلاش تنزل تفحت تحت بيتك، وبلاش تودي نفسك في هلاك. بدل ما تسعد أهلك وعيلتك وبلدك، هما يحزنوا عليك كلهم طول العمر، لأن هما الاتنين اخوات. ربنا طلعهم بالسلامة يا رب. وكل التعازي لأهل الضحيتين دول، وكل أهلنا في الفيوم. ربنا يسترها علينا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.